السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الماث كي جي 1 الترم الاول. اخر مره وقفنا عند lesson 24 لحد 28. ده طبعا كذا درس مع بعض. هناخد النهارده نمبر 9. طبعا احنا اتفقنا ان احنا مهم جدا ان انا اعرف الطفل النمبر على حاجات، بس انا الحقيقه مش متوفر عندي حاجات دلوقتي بنفس العدد. فمثلا هنعمل ايه لو انا في القاعة؟ هطلع 9 اطفال وعدهم، 9 اقلام وعدهم، 9 كتب وعدهم، لو في مكعبات هعد 9 مكعبات، اي حاجة. المهم ان احنا هنعمل ازاي؟ هنطلع الولاد وهنعد النمبرز من 1 لحد 9، بحيث ان الطفل يبقى عارف شكل ال9 ده بيمثل كام حاجة. طيب، تاني حاجة عندي انا المفروض اعرف النمبر على ايديا. نمبر 9 هعرفه ازاي على ايديا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فانا كده طلعت 9 fingers، يبقى انا كده نمبر 9 بمثله ازاي على ايديا؟ 9 9 9 9 9 9 fingers. انا كده عرفت نمبر 9 على ايديا. طيب برسومات هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب يبقى انا كده عرفته كمان بالرسومات. مهم جدا ان انا اعرفه على 2 5 فريمز. الواحدة من دي اسمها 5 فريم، احنا اتفقنا عليها قبل كده ان انا بعمل 5 فريم. هو القلم مش باين قوي. 2 5 فريم، اتفقنا ان ال 5 فريم بتاعتي المفروض بتكون المربعات بتاعتها قد بعضها، وهي بتمثل 1 2 3 4 5، بتمثل 5. طيب انا دلوقتي يا ميس عايزه اعمل نمبر 7 او نمبر 8 او نمبر 9، زي ما احنا هناخد دلوقتي نمبر 9. هعمل ايه؟ هعمل كمان وحده 5 فريم. يبقى انا عندي نمبر 9 بعمله على كام 5 فريم؟ على 2 5 فريمز. يبقى انا عندي 2 5 فريمز، يبقى الشكل ده اسمه ايه؟ 5 فريم. 5 فريم ده اسمه 5 فريم. طيب تعالوا let's make 9 dots. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده عملت نمبر 9 على ال 5 فريمز. طيب يبقى انا عندي بستخدم كام 5 فريم علشان اعمل نمبر 9؟ بستخدم 2 5 فريمز. طيب هعمل ازاي نمبر 9 على الدوت كاردز؟ دي اسمها دوت كاردز. هقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده عملت نمبر 9 على الايه؟ الدوت كاردز. دي اسمها دوت كاردز. دوت كاردز دي بتاعت النقط، الكارت بتاع النقط. طيب ازاي يا ميس هعمل نمبر 9 في الكراسة بتاعتي؟ انا عندي اتفقت قبل كده ان انا لو عندي كراسة مربعات بعمل ايه؟ انا المربع ده كده اسمه بيت الرقم. ما ينفعش الرقم يطلع براه، يطلع فوق او ينزل تحت او يمشي كده او يمشي كده. الرقم بيتكتب او النمبر بيتكتب جوه المربع. فانا نمبر 9 عشان اكتبه هعمل هاف سيركل كده واعمل واحد كده اهو. تاني طبعا مهم جدا ان الطفل ينزل بيها عمود واحد اهوت وواحد اهو. 9 9 9. يعني ما ينفعش مثلا اعمل 9 في النص كده، هي كده ملهاش بيت، هي كده خرجت من البيت. ما ينفعش اعملها كده، برضو خرجت من البيت. وطبعا لينا اتجاه كتابة معين لازم امشي بيه، اللي هو بمشي كده وكده. في ولاد بيعملوا كده وكده مثلا، او بيعملوا بالشقلوب. لا، هو المفروض بنعمل باتجاه كتابة معين بمشي بيه. يبقى ده نمبر 9. ازاي كتبته؟ اهو هنزل بيه عمود كده وكده وعديته، وعرفت ازاي كمان بقدمه في الفايف فريمز وبعمله على الفينجرز بتاعتي. هنا بيقول لي follow the dots، هو هنا عايزني اتدرب على الكتابة ان انا ابدأ اكتب. تاني exercise بيقول لي color. color يعني لون. مهم اوي ان الولاد يعرفوا معنى كلمة color. color لون. count عد. complete اكمل. هو هنا عايزني ارسم انا، يعني هو راسم لي 2 عايزني اكملهم ل 9. طيب بعد كده بيقول لي
شوف هنا، اعمل 8 من الباترفلايز، لونها بالبيربل، او هو هنا مش محدد اللون كمان. بيقول لي تك، حط علامة صح على 8 باترفلايز، فانا هعمل علامة صح كده. بيقول لي circle 9 من الكائن ده، فانا هعمل الحلزونة دي، فانا هعمل circle على 9 منهم، اي واحدة فيهم هتقابلني هعمل عليها ايه circle. ادي 1 2 3 4، هعمل على 9 منهم. بيقول لي circle 2 trees، عايزني برضه اعمل circle على شجرتين، عايزني اعمل circle على الحيوان ده، عايزني اعمل circle على الزهرة دي. طيب هنا بقى بيقول لي هناخد نمبر 10، وبرضو زي ما اتفقنا انا نمبر 10 همثله بحاجات محسوسة، الحاجات الطفل شايفها يقدر يلمسها. الاول دي اول حاجة. تاني حاجة هاخدها بالرسومات. KG1 first term الترم 1 2، يلا let's count يعني عد 1، وانا بعد لازم اعمل علامة عشان ما ارجعش اعد الحاجة اللي خدتها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى انا كده عديتهم 10. طيب هكتب ازاي يا ميس نمبر 10 في الكراسة بتاعتي؟ نمبر 10 هكتبه بالشكل ده، 1 كده و0 كده، ده اسمه 10. خلي بالكم انا كتبت كله جوه المربع، يعني ما ينفعش اكتبه كده، لا، هو ليه بيت بتاعه هو بيقعد فيه، ما ينفعش يطلع بره البيت بتاعه، يبقى ده نمبر 10. طيب هعمله ازاي على الدوت كاردز؟ الدوت كاردز اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت نمبر 10 على الدوت كاردز بالشكل ده. طيب هعمله ازاي يا ميس على الفايف فريم؟ هستخدم 1 5 فريم ولا 2 5 فريمز؟ تعالوا كده نشوف. 1 2 3 4 5، دي طلعت 5، يبقى اكيد هحتاج كمان 1 5 فريم. 1 2 3 4، 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى انا عملت نمبر 10 على كام 5 فريم؟ على 2 5 فريمز، ده اسمه 5 فريم وده اسمه دوت كاردز. طيب هو هنا برضو بيقول لي فولو، تتبع، هعيد على النقط علشان اعمل نمبر 10. طيب بيقول لي بقى هنا draw يعني ارسم، ارسم 10 dots on the ladybugs. فين الليدي باجز؟ اهي، فانا هعمل عليها 10 دوتس، فهعمل على ظهر الليدي باجز كام دوت؟ 10 دوتس. طيب هنا stick 10 stars in the sky. هو هنا في الكتاب من ورا بيبقى جايب stars، دي صفحة 77، فهو هنا بيبقى جايب اهي الستارز اهي، عايزني اشيلها واحطها هنا in the sky. طيب هنا بقى exercises على الحاجات اللي احنا اخدناها. match يعني وصل، هعد واوصل. دي 1، ففين نمبر 1 في دول؟ اهو. طبعا احنا اتفقنا ان احنا ما عدناش ال 10 على الفينجرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 5 و5 10، 5 و5 10. مهم جدا الطفل يعرف ان الايد الواحده فيها 5 فينجرز بس، يبقى دي فيها 5 فينجرز ودي فيها 5 فينجرز، فعملوا كام؟ عملوا 10، يبقى 5 و5 10. اوكي هنا trace برضو هكتب، هعيد واكتب. join يعني برضو وصل، join يعني وصل. the dot cards يبقى ده اسمه dot cards to its correct group. هنا دول عددهم كام؟ يلا نعد يا ميس. 1 2 3 4 5 6 7 7. طيب انا عايز كده 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا دي مش 10، مش هتنفع. 1 2 3 4 5، دي 5 برضو مش هتنفع. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دي 9. على فكرة احنا ممكن نكتب النمبر بتاعها فوقيها عشان لما الاقي الحاجة اوصلها بيها، يبقى ديت 9، دي 5، دي 10. 1 2 3 4 5 6 7، دي 7، يبقى هوصل دي بدي. طيب دي كام يا ميس؟ دي 9. هعدها،
هتطلع 9 هوصلها بال9 وهكمل توصيل بنفس الطريقة. circle the correct number. بيقول لي هنا النخلة دي عددها كام؟ فأنا هبدأ أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 عددها 8 فأنا هختار نمبر 8. هعد كل حاجة وهختار العدد بتاعها اشوفها هي عددها كام وهختاره. ممكن في سؤال زي دوت تقولي تشوز يعني اختر، تشوز يعني اختر. طيب هنا بيقول لي draw one more heart in each group then write the number. بيقول لي زود قلب على كل واحد، على كل مجموعة من القلوب ديت وعدهم شوفهم كام. 1 2 3 4. فانا هرسم كمان heart هيبقوا كام؟ هيبقوا 5. فهكتب هنا نمبر ايه؟ نمبر 5. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هرسم كمان heart one more heart هيبقوا 10. فهبدأ أعمل التمرين بنفس الطريقة دي. circle the bigger number. احنا اتفقنا bigger more greater معناها الأكبر. يبقى أنا عندي 3 كلمات بيمثلوا كلمة الأكبر، كلمة bigger، كلمة more، كلمة greater. طيب 1 and 2 مين الأكبر؟ 2. 10 or 8؟ 10. excellent. 3 or 5 which one is the bigger? 5. 5 or 7 which one is bigger? 7. 4 or 2 which one is bigger? 4. 6 or 9 which one is bigger? 9. draw dot according to the given number. هو هنا بيديني ارسم، بيديني رقم وبيقول لي ارسم بناء على الرقم اللي انا مديهولك. فهو هنا عايزني ارسم 7 dots فانا هرسم هنا 7 dots. هنا عايزني ارسم 3 فهرسم 3. هنا عايزني ارسم 10 فهرسم 10. هنا عايزني ارسم 6 فهرسم 6. كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.